في تصرف كده غريب شوية بنعمله كتير قوي وممكن من غير ما ناخد بالنا حتى. ليه أول ما نطفي النور تلاقينا بنطلع نجري من الأوضة كأن في حد ورانا بالظبط؟ الموضوع ممكن يبان كوميدي كده بس هو منتشر جدا. معانا النهاردة شوية تحليلات بتحاول تفسر الإحساس ده. خلينا كده نتعمق ونشوف إيه القصة. فعلا الظاهرة دي تقريبا يعني عالمية، وبتبدأ معانا من واحنا صغيرين غالبا. الملاحظ بقى في القراءات دي إنها بتأكد إن الإحساس ده، إن في حاجة أو حد مستنينا في الضلمة، ده أغلب الوقت بيكون خيالنا هو اللي صنعه. خيالنا؟ أيوة خيالنا. والمدهش بقى إن حتى لما بنكبر وعقلنا بيقول لنا مفيش حاجة، بنلاقي نفسنا برضو بنجري، ممكن كنوع من يعني احتياط كده وخلاص. بالظبط. وهنا بقى النقطة اللي المصادر بتتكلم فيها كتير، فكرة إن المخ يعني مش بيحب يسيب حتة فاضية. تمام. خصوصاً الفراغ الحسي ده اللي الضلمة بتعمله. فبدل ما يقبل فكرة إنه مش شايف وخلاص، لأ، يبتدي يشتغل، يخرج لنا فيلم رعب صغير كده. صح. يمكن كم الهدوم اللي مرمي على الكرسي ده فجأة يبقى شكله حد قاعد، أو نسمع صوت تكة بسيطة في البيت. لأ، دي أكيد حاجة تانية. هو ده بالظبط. وده بيرجعنا لنقطة مهمة قوي في التحليلات دي، إن الدماغ بيكره المجهول، بيكره الغموض. منطقي. الضلمة دي هي أكبر مثال للمجهول. فبدل ما يعيش في حالة عدم اليقين دي، المخ بيروح عامل إيه؟ يملى الفراغات دي بسيناريوهات. والسيناريوهات دي جاية منين؟ من أرشيف كبير جوانا، مخاوف قديمة، قصص سمعناها زمان، يمكن تحذيرات أهالينا بتاعت ما تلعبش في الضلمة، ما تبصش في المراية لو وحدك بالليل، الحاجات دي. بالظبط. أو حتى مشاهد من أفلام رعب شفناها زمان ونسيناها، بس هي لسه قاعدة في اللاوعي. يعني كأن المخ عنده قوالب جاهزة كده للخوف، بيستخدمها عشان بس يفسر الغموض ده حتى لو مفيش خطر حقيقي. مظبوط جدا. التحليلات بتشوف ده كنوع من آلية دفاع قديمة قوي، موروثة يمكن من عصور كان فيها الضلمة فعلا ممكن تخبي خطر. يعني رد فعل تطوري؟ بالظبط، ممكن نقول كده. الخطر دلوقتي يمكن مش بنفس الشكل، لكن رد الفعل لسه موجود، كأنه بقايا. العقل بيفضل إنه ياخد حذره زيادة just in case زي ما بنقول. أأمن يعني؟ أأمن له من إنه يتجاهل احتمال خطر، حتى لو الاحتمال ده ضعيف جدا أو حتى وهمي تماما. فالجري ده بيبقى زي حركة لا إرادية كده، بتطمن الواحد إنه خلاص خرج من منطقة الخطر الوهمية دي. والمثير كمان إن بعض القراءات بتقول إن التجربة مش بس خوف، لأ، ساعات بتبقى إحساس إن في حاجة غلط، حاجة مش في مكانها الطبيعي أول ما الدنيا تظلم. تماماً. كأن العقل لما بيفقد السيطرة بالنظر بيبدأ يتوتر. صح. فقدان السيطرة البصرية ده بيخلي حواس تانية تشتغل أكتر، السمع مثلاً، وده بيخلينا نفسر أي صوت مهما كان بسيط بشكل ممكن يكون مبالغ فيه شوية. فاللي بنفهمه من مجمل الكلام ده إن الجري ده مش دليل على إن الواحد جبان أو عنده مشكلة، لا خالص. ده نتاج طبيعي للطريقة اللي مخنا متبرمج بيها عشان يتعامل مع نقص المعلومات والغموض اللي بتفرض الضلمة. يعني في الآخر نقدر نقول إن الهرولة السريعة دي بعد ما نطفي النور هي أقرب لطقس نفسي بنعمله عشان نتعامل مع خيالنا النشيط ده اللي بيصحى في الضلمة. بالظبط كده. مش خوف حقيقي من وحش يعني، قد ما هو رد فعل شبه غريزي للمجهول. تمام. والنقطة الأساسية والمهمة إن الإحساس ده مشترك جداً بين ناس كتير قوي، تقريباً في كل الثقافات هتلاقي ناس بتعمل كده، وده في حد ذاته يطمن شوية. فعلاً. إنه مش حالة فردية غريبة الواحد يقلق منها، لأ، ده جزء طبيعي من طريقة تفكير العقل البشري لما بيواجه الفراغ أو عدم اليقين. الكلام ده بيخليني أفكر في حاجة تانية بنعملها ساعات أو بنقولها. لو كل ده خيال بيملى فراغ الضلمة، طيب إيه تفسير بقى لما حاجة تختفي؟ نبقى متأكدين إنها كانت هنا وفجأة مش لاقيينها، وبعد شوية نلاقيها في نفس المكان ونقول بهزار كده أكيد العفريت كان مخبيها ورجعها. دي إيه قصتها بقى؟ سؤال حلو. ممكن نسيب السؤال ده للمستمعين يفكروا فيه.